ازاي تقدر تعمل تفتيح عالي بالدمبل صح من غير ما تشغل كتافك وتستهدف عضلات الصدر من فوق. ده اللي انا هقوله لك دلوقتي. اول حاجه يا سيدي، بتخلي الكرسي بتاعك درجتين لفوق، وبتخلي الكرسي اللي تحت او المسند اللي تحت درجتين برضو لفوق، وتخلي ظهرك كله لازق على الكرسي ما تطلعش بوسطك لفوق. تاني حاجه، بتحط الدمبل عند ركبتك من قدام، وبتبدا ترجع بجسمك وبركبتك في نفس اللحظه كده. بعد كده بتزق ده لفوق، بتطلع الصدر لقدام، بتنزل وانت تاني كوعك تانية بسيطة لتحت، وما بتنزلش لحد هنا، لا بتنزل بس لحد مستوى الصدر بتاعك، وبتزق لفوق، بتقفل ايدك او بتفردها، بعد كده بتنزل تاني. يبقى الحركة بتبقى كده: 1 2 3. بص، اهم حاجة ركز كويس اللي انت وانت نازل بتتني كوعك عشان تشيل الحمل مع العضلات بتاعت البايسبس، وفي نفس الوقت تعمل اقصى استطاله لعضلات الصدر، وفي نفس الوقت انت بتزق لفوق، بتزق كانك بتعمل بوش. فبالتالي ايه اللي بيحصل في الصدر؟ ايه اللي بيحصل؟ بيتقفل على الاخر. لكن لو عملت كده بس ما حصلش حاجه. بص اللي حصل، الزياده دي بتفرق كتير جدا. فانزل كده واطلع مور. ما تنساش اللي انت لازم تنزل تعمل متابعه وتعمل شير لصاحبك. لو عندك اي فكره لاي تمرينه او محتاج شرح لاي زاويه، انزل اكتبه لي هنا او ابعته لي في الدي ام، انا دايما مستنيك. سلام.